تعالوا بقى نعمل النهارده مع بعض صينيه بسيسه طعمها جميل جدا. هي نفس مقادير الكيكه بالظبط، بس اللي بيزيد عليها ان احنا بنحط كميه الدقيق بنقسمها، نصها دقيق ذره اللي هو الاصفر ونصها الدقيق بتاعنا العادي. دي كل المكونات بتاعتنا اهي، مج وربع دقيق ذره اصفر ومج وربع تاني دقيق اللي هو الزيرو العادي اللي احنا بنستخدمه لاي حاجه، ومعلقتين نشا واربع بيضات ومعلقه خل وكوبايه سكر وكوبايه يا دوب معلقتين سمنه وثلاث ارباع كوبايه زيت. يعني هو العدد هي كوبايه بس ماده دهنيه، معلقتين سمنه، عايزه تحطي كلها سمنه او تحطي كلها زيت براحتك. اول حاجه هنضرب البيض لوحده كده لما يعمل معايا فوم، وهتطلع معاكي البسيسه في منتهى الجمال. انا اهم حاجه تنخلي دقيق الذره، لان هو بيبقى فيه دقيق خشن كده بيطلع شوائب في الاخر، فلازم ننخل دقيق الذره. هنضرب الاربع بيضات كده، وهي نفس مقادير الكيكه العاديه. للناس اللي مثلا مش عارفه المقادير مظبوط، دي مقادير لو هتعملي كيكه عاديه ما تبقاش بسيسه، لا هنعمل نفس المقادير بالظبط، بس هنحط مجين ونص دقيق من اللي هو العادي متعدد الاستخدامات. اهو ضربنا الاربع بيضات، هننزل بقى بكوبايه السكر، نفس المج اللي بحط بيه كل حاجه، بعاير بيه كل المقادير. هنضرب برضو السكر كده مع البيض لغايه ما احس ان السكر داب خالص مع البيض. وانت بتضربي كده هتحسي ان السكر خشن، لا هنفضل نضرب كده لما مش هنسمع صوت للسكر خالص. انا هنا مخليه المضرب على اعلى سرعه عشان البيض يعمل معايا فوم، ده اللي بيخلي الكيكه بتاعتي او البسيسه بتبقى هشه معايا وجميله. واهم حاجه قبل ما نبدا في اي حاجه نولع الفرن على درجه حراره 180. هنا بقى هننزل بالفانيليا، انا جايبه اللي هي الفانيليا بريحه البرتقال جميله. هننزل بباكيتين فانيليا، وهننزل هنا بكوبايه السمنه والزيت مع بعض وكوبايه لبن. معلقتين سمنه بس وثلاث ارباع كوبايه زيت. مفيش سمنه خليها كلها كوبايه زيت وكوبايه لبن. وهنا دي معلقه خل بس صغيره برضو بتخلي الكيكه معاكي هشه. هنضرب بقى كل مكوناتنا دي مع بعضيها. انا بضرب كل السوائل مع بعض الاول. لما الخليط كله بقى يتجانس معايا كده مع بعضيه كله، هننزل بقى بالدقيق. انا نخله الدقيق اللي هو العادي ونخله دقيق الذره. هنا ده هو دقيق الذره الاصفر، الناس ما تعرفوش بيتباع عند اي عطار، في منه الابيض وفي منه الاصفر. ده كده مج وربع اللي هو دقيق الذره، ودقيق من العادي برضو مج وربع. المقادير دي مظبوطه جدا حتى لو هتعملي صينيه كيكه. وهنا هنزل برضو بذره ملح ومعلقتين نشا. ذره ملح صغيره جدا ما تكتريش. هنا بقى نضرب كده واحده واحده كده بالراحه. انا هنا مخليه سرعه المضرب على البطيء. اخر حاجه بنحطها معانا البيكنج باودر، بس انا بصراحه بستخدم كيك شيف بصراحه في منتهى الجمال. ننزل اللي على الحروف كده عشان ما الدقيق ما يكلكعش معانا. هنا كيس كيك شيف كده هننزل بيه كله. هنا بقى هضرب بالراحه خالص عشان ما اطلعش الهواء اللي في البسيسه، واضرب في اتجاه واحد. بعد ما احط الكيك شيف ده اضرب في اتجاه واحد، وننزل كده اللي على الحروف
دي بقى مقادير ايه، صينيه مقاس 24، هتطلع معاكي مظبوطه جدا. بس احنا هنا خلصنا كل الخليط معانا اهو، ما بتاخدش وقت خالص. وانا مولعه الفرن على درجه حراره 180، بتاخد معايا بالظبط نص ساعه، يعني حوالي ساعه الا تلت بالظبط بتكون استوت. عشان نختبرها كده نفتح الفرن بالراحه خالص عصايه الشيش طاووق كده، ونجرب كده من النص. هندهن الصينيه بتاعتنا سمنه من الحروف ومن كل حته، ندهنها كده كلها. جربوها بالطريقه دي والله كانت تحفه. انزل بقى، بصوا الخليط بتاعي عامل ازاي. الناس برضو اللي ما عندهاش مضرب كهرباء في الخلاط. هنا بعد ما طلعت اهي، وكان طعمها جميل، تاخد معاكي ساعه الا ربع بالظبط.